هنعمل معاكم أحلى بسكوت لأحلى أميرة في الدنيا، طبعًا هي اللي طالباه مننا فقُلنا نفرّحها، وطبعًا كفاية فرحتها كده بالدنيا وما فيها، ما تعرفوش قد إيه كانوا فرحانين ومبسوطين كده وهُم بيعملوا الحاجة اللي هُم بيحبوها كده بإيديهم، بسم الله ما شاء الله عليهم، كانوا طايرين من الفرحة، حتى كمان الأميرة الصغيرة كانت بتساعدهم، وأنتم كمان لو حابين تفرحوهم دوسوا لهم أحلى اشتراك وأحلى لايك، واكتبوا لهم في التعليقات كده كلمة حلوة تفرحهم، وتعالوا بينا نبدأ بالطريقة نشوف عملنا أحلى بسكوت لأحلى أولاد إزاي. هنجيب 350 جرام من السمنة، طبعا أي نوع سمنة متوفر عندك ممكن تستخدميه، وهنضرب السمنة بالشكل ده كده لغاية لما لونها يفتح معانا، وطبعا لو مش متوفر عندك المضرب ممكن تعملي بإيدك لغاية لما السمنة كده لونها يفتح معاكي ويبقى بالشكل ده كده، وهننزل بكوباية ونص كده من السكر البودر، طبعا انت لو بتحبي السكر كتير ممكن تحطي كوبايتين، وكمان لو بتحبوه قليل ممكن تقللي كده في الكمية، بس كوباية ونص بيخلي البسكوت بتاعك مظبوط وجميل قوي زي اللي انت بتشتريه كده من بره، وهنجيب المضرب وهنضربه كده مع بعض لغاية لما لونه كده يفتح معانا ويبقى عامل زي الكريمة بالشكل اللي هوريهولكوا كده دلوقتي، بس اهم حاجة كده واحنا بنضرب ننزل كده الحراف كده علشان السكر كله يندمج مع السمنة، وهنرجع نضرب فيه تاني لغاية لما يبقى عامل زي الكريمة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنجيب كيس عصير من التانك وهنفتحه كده وهننزله عليه، طبعا دي بيخلي طعم البسكوت بتاعك جميل وتحسي كده ان هو بطعم البرتقال، حاجة جميلة جدا، ومعانا كيس فانيليا بطعم البرتقال، طبعا لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي الفانيليا العادية بتاعتنا، وطبعا دي كل حاجات كده بتطعم كده من طعم البسكوت وبيخلي طعمه جميل جدا، وهنحتاج لأربع بيضات بس هننزل بيهم بالتدريج، اول حاجة هنحط بيضة كده وهنضربها بالمضرب لغاية لما تختفي كده في قلب العجين، وبعد كده هنحط كده تاني بيضة، طبعا هنحط كل واحدة كده بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هنحط بقى التالتة وهنضرب برضو لغاية لما كل واحدة تختفي كده هننزل بالتانية، وهنقعد نضرب كده بالمضرب لغاية لما البيض يختفي معانا تماما وتبقى بالشكل ده كده، وهنحتاج نص كوباية من اللبن، طبعا لو مش متوفر عندك لبن ممكن تستخدمي مية او ممكن تضيف عليه نص كوباية من عصير البرتقال الفريش، وبعد كده هنحتاج الكيلو من الدقيق بس هننزل كده بيه بالتدريج واحدة واحدة كده واحنا بنعجن، هنزل بنصه كده وهنرش عليه رشة بسيطة كده من الملح، وهننزل عليه معلقة كبيرة كده ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان ممكن تضيفي معلقة صغيرة كده من النشادر اللي متوفرة عندك او لو انت بتحبي كده البسكوت بالنشادر، وبعد كده هنقلب كده المكونات كلها مع بعض وهنبدأ كده عجنة واحدة واحدة كده لغاية لما العجينة بتاعة البسكوت كده تلم معانا والدقيق اللي احنا حطيناه في الأول يختفي، وبعد كده هننزل بكمية الدقيق الباقية، طبعا زي ما قلتلكوا احنا استخدمنا كيلو من الدقيق، بس أهم حاجة يكون نوع الدقيق بتاعك كويس عشان البسكوت يطلع معاكي كده جميل، وطبعا مقادير البسكوت ده كده مظبوطة 100%، يعني ولا تقللوا في حاجة ولا تزودوا، هي مقادير مظبوطة وهتطلع معاك كده البسكوت مقرمش كده وجميل، وهنقعد نلم كده في العجينة واحدة واحدة كده لغاية لما الدقيق اللي احنا حطيناه يختفي معانا تماما، وطبعا هي مش بتحتاج لعجن كتير كده ولا حاجة، أهم حاجة كده الدقيق اللي احنا حطيناه يختفي معانا وتبقى العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بيكون ملمسها كده ناعم وطري معانا، وبعد كده هناخد نص الكمية كده وهنعمل نصها كده بالشوكولاتة ونصها سادة زي ما انتوا شايفين كده، هنحط كده نص في الطبق والنص التاني كده هنضيف عليه معلقتين من الكاكاو، هنزل كده بأول معلقة بالشكل ده كده، بس أهم حاجة يكون كاكاو خام نوع كده نضيف معاكي وكويس، وبعد كده هنضيف عليهم كده ربع كوباية من اللبن، وهنبدأ عجن فيهم كده لغاية لما كده كله يختفي معانا تماما والعجينة كده يبقى لونها موحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، طبعا اهم حاجة يكون ملمسها كده زي العجينة الاولانية بنفس الملمس كده والطراوة، وبكده خلصنا معاكم عجينة البسكوت، طبعا الولاد بقى هما اللي هيكملوا معاكم، وطبعا هم هنا كانوا قاعدين مستنيين كده العجينة لما اجيبها لهم علشان هم اللي عايزين يعملوا البسكوت كده بايديهم، فطبعا بقى حبيت افرحهم وقلت لهم ماشي اعملوه كده انتوا طالما انتوا اللي هتاكلوه اعملوه بقى بايديكم وابدعوا كده فيه واعملوا بقى احلى شوية بسكوت كده من ايديكم، او في الاول وفي الاخر هم اللي هياكلوه، وطبعا سبتهم كده يعملوا كده ويفرحوا ويتبسطوا كده، اهو مش كل يوم بنعمل البسكوت، واهم حاجة كده عندنا فرحتهم كده بالدنيا وما فيها، وطبعا دي المكنة اللي هنعمل بيها البسكوت، طبعا مكنة مخصصة كده لعمل البسكوت، لو مش متوفرة عندكم كده ممكن تشتروا كده كيس حلواني وشكل من اشكال البسكويت وتعملوا منها كده بيطلع برضو جميل وبنفس الشكل، وتعالوا نتكلم عن التسوية المظبوطة، اهم حاجة نسخن الفرن الاول ونشغل الفرن من فوق ومن تحت كده وندخل كده صاج البسكوت على الرف الوسطاني وهنسيبه في الفرن لغاية لما البسكوت كده يستوي معانا، وطبعا اول ما البسكوت كده يطلع من الفرن بنسيبه يهدى كده معانا تمام وقت المسيح علشان البسكوت كده ما يتكسرش معاكي، وهنسيبه كده لغاية لما يهدى وبعد كده هنرصه في اطباق، وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكوا يا رب، وطبعا هنا كده الولاد عايزين يسلموا عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل معاكم احلى بسكوت حلو اوي عشان مفيش حد يقدر يعمله. بعمل العجينة عشان اخويا نصه ونحطه في الفرن.
ومن فضلكم اشتركوا في القناة عشان نوصل ل1000 مشترك وعشان نعمل معاكم أحلى بسكوت. أنا عندي 4 سنين ورايحة الحضانة ومش رايحة كده ماما عشان أعمل حاجات حلوة كتير معاك. وبكده خلصنا أعمال البسكوت معاكم. طبعا لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين نجرب أي وصفة مع بعض اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله نجربها، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يسعد أولادنا ويسعد أولاد كل المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وأشوفكم بخير إن شاء الله، ويا رب يملى بيوتنا كلها خير. وطبعا هنسيب بقى الولاد بقى يبدعوا كده في البسكوت بتاعهم، وطبعا ما تقفلوش، هتستنوا بقى عشان تشوفوا كده البسكوت في آخر الفيديو بيكون عامل ازاي. طبعا مقرمش ما شاء الله عليه وجميل جدا ويستاهل التجربة. وطبعا مقارنة كده بالبسكوت اللي من بره، طبعا ده حاجة جميلة، حاجة فاخر من الآخر كده، بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة تستاهل التجربة بجد، حاجة عاملينها بإيدينا ومفرحين بها أولادنا ما شاء الله عليها. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، هتنبهروا بيها بجمالها وبجمال طعم البسكوت وقرمشته الرهيبة دي. وطبعا هنا كده خلصنا البسكوت طبعا ورصيتهولهم كده علشان يفرحوا أكتر. والأميرة بقى عايزة تتصور مع البسكوت اللي هي عاملاه واللي هي نفسها فيه. وشوفوا بسم الله ما شاء الله على البسكوت، جميل جدا بجد، حاجة جميلة جدا، حاجة فاخر من الآخر، حاجة تستاهل التجربة، بسم الله ما شاء الله عليه. طالع ناجح 100% وأحسن من اللي احنا بنشتريه من بره ب100 مرة. وكل سنة وانتم طيبين كده بمناسبة السنة الجديدة، وإن شاء الله تبقى خير عليكم وعلينا وعلى الناس أجمعين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.